تبقى ماشي في امان الله، فجأة توقفك بنت لابسة كمام وتسألك انا جميلة؟ طبعا بما انك شاب جنتلمان واخلاقك عالية هترد عليها وتقول لها طبعا جميلة. والآن مع المفاجأة الكبرى، اول ما تقلع الكمامة من على وشها تلاقي ابتسامة، مش اي ابتسامة، ابتسامة عريضة قوي، لا بجد عريضة قوي من الودن للودن. هنا السؤال بيتكرر تاني، وكده عندك حلين بس النتيجة في الغالب واحدة. لو كملت كجنتلمان وكدبت وقلت ايوه طبعا جميلة، ساعتها هتبقى كريم معاها، وهي كمان هتبقى كريمة جدا معاك، وهتساعدك توصل لنفس مستوى الجمال بتاعها، وتعمل لك نفس السمايل فيس بتاعتها من الودن للودن. لكن بقى لو كنت بجح وصريح وقلت لا مش جميلة، هنا بقى جيم اوفر، باي باي يا معلم، هتطيرك في ساعتها، وللأسف مفيش اي عادة محبة. يا نهار اسود ومنيل، اهرب على فين؟ اهرب على فين؟ اهرب من تحت عقب الباب؟ مش هيجي على مقاسي. يا نهار اسود ومنيل. يعني يا معلم انت كده كده في ورطة. طيب ايه حكاية الست الجميلة دي؟ الست دي مش اي واحدة، الست ديت كوشي ساكي اونا، واحدة من اشهر الاساطير اللي بتحكي عن الارواح الانتقامية في اليابان. الحكاية بتقول انها زمان كانت جميلة جدا ومتجوزة ساموراي. الراجل ده كان شكاك وغيور لدرجة الجنون، وبدون دليل قرر يعاقبها بطريقة بشعة جدا. جاب السيف وقطع لها بقها من الودن للودن، وهو بيسألها مين هيقولك انت جميلة دلوقتي؟ مصيبت يا لهوي يا خرابي. قولي يا لهوي تاني. يا مصيبت يا لهوي يا خرابي. قولي تالت بقى. يا مصيبت يا لهوي يا خرابي. ومن هنا الحكاية دي اتحولت لكابوس بيرعب اليابانيين لحد دلوقتي، حاجة كده زي أمنا الأولى عندنا. لكن اليابانيين أذكياء شوية وبيفكروا في كل حاجة، ما هم كوكب اليابان بقى، وعلشان كده ابتكروا طرق للهروب منها، زي مثلا الرد المحير، انك ترد عليها وتقول لها انت عادية، لا حلوة ولا وحشة، وساعتها عقلها يهنج وعلى ما تفكر تهرب. اجري يا مجدي. وبرغم ان الحكاية ديت في اليابان مش في اي دولة من الدول العربية، ده يعلمك ان اي واحدة توقفك في الشارع وتسألك انا حلوة ولا لا، خد بعضك واهرب احتياطي. حرام ده يا نفس، والله حرام ده، استغفر الله العظيم. ايه نروح من الاساطير فين؟ مرة نداها ومرة كوشيساكي، ده الرجالة يا عيني مفيش اسطورة واحدة نصفها. استرها معانا يا رب يا رب.